مرحبا. بعد قراءتي في خطاب الأستاذ وليد جنبلاط رسالتي إلى أهلنا الموحدين الدروز، تعلمنا من قراءة التاريخ أن العواصف لا تواجه دائما بالصدور العارية وبالخوف والغضب والأحقاد، فمخاطر التطرف التي أصابتنا كما مشاعر الألم والقهر وعذاب الفقد لأحبائنا هو وجع يسكننا جميعا ولن يفارقنا ما حيينا، لكن علينا الحذر من أن نسجن فكرنا وهويتنا وثقافتنا كما وجودنا في ثنائية الخوف والأحقاد. التاريخ علمنا أن الشعوب التي تبني خياراتها على رد الفعل تخسر المبادرة. وليد جنبلاط ببراغماتيته التي قد يراها البعض اليوم مهادنة، إنما يمارس بفعلها فن تقليم أظافر العاصفة. فوليد جنبلاط يبني الجسور لكي لا تبقى طائفتنا وأهلنا رهائن في زوايا معزولة، مما تعطي الفرصة لهذا العدو الإسرائيلي للتمكن من السيطرة علينا والعبث بمصيرنا، فيصبح الدروز ورقة على طاولة مصالحه ومساوماته في لعبة الأمم وصراع هذه المشاريع، وبالتالي يتحول هذا العدو ليكون بريئا من دماء أهلنا كبراءة الذئب من دماء يوسف النبي. فالقوة أيها الأخوة والأخوات هي في الانفتاح لا في الانغلاق. قد تبدو الجسور مع الآخر المهدد والقاتل لنا كأنها ضعف، لكن الحقيقة هي أنها اختراق استراتيجي يحمي هذه العشيرة في ظل خطة تهديد وجودها. نعم، حين نبني جسرا مع الآخر نحن نذهب إليه لنفرض عليه وجودنا واعتدالنا وثقافتنا الإنسانية. نحن نعي جيدا حجم الجراح وأنها عميقة ومؤلمة جدا، لكن البحث عن مساحة مشتركة آمنة هي ضرورة أيضا، بدل أن ننتظر حتى يطرقوا أبوابنا بالعنف والقتل والسبي والاستباحة وارتكاب المجازر بحقنا وتهديد مصيرنا.